لو انت بنت وماشيه في الشارع اليومين الجايين وحسيت ان في خيال ماشي وراكي، فانا عاوزك تاخدي بالك، لانك ممكن مره واحده ومن غير ما تحسي تلاقي الالم نزل على وشك. انا عارف ان اللي هحكي ده ممكن يخليكي تقلقي، بس للاسف هو ده اللي حصل من كام ساعه. النهارده الصبح وانا قاعد بقلب ولابس نضارتي وكالعاده بشوف الاخبار وايه اللي بيحصل في الدنيا، يقع قدامي فيديوز في قمه الغرابه. الفيديو ده البنت بتعيط بشكل هستيري ووشها وارم وبتحكي ان في حاجه غريبه جدا حصلت لها. لا 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 لا، إيه الرعب ده؟ فبدات اركز وانا بسمع باقي الفيديو. البنت بتحكي ان هي كانت ماشيه من يومين في الشارع وكانت مروحه البيت عادي، بس وهي ماشيه حست ان في ظل ماشي وراها، فما دقتش وقالت ان ده موضوع عادي. بس في لحظه واحده وفي اقل من ثانيه لقت الظل ده نزل بالقلم على وشها. البنت بتقول ان من كتر ما القلم كان قوي وشها ورم في ساعتها. بس مش ده الغريب، الغريب ان بدا ينتشر فيديوز لاربع او خمس بنات تاني بيحكوا نفس القصه، واحد بيجي من وراهم وبيديهم بالقلم على وشهم. المهم ان في واحده منهم قدرت تتعرف على شكل الراجل ده، وبدأت